اهلا بكم من جديد. اعلنت الفنانة الهام شاهين رفضها كل فيديوهات الشيخ الشعراوي لان اراءه صادمة بالنسبة لها طبعا. وقالت في لقاء تلفزيوني في برنامج كتاب الشهرة اللي بيقدمه الاعلامي علي ياسين عبر فضائية الجديد: انا ضد تقديم سيرة ذاتية ليه، لاني شفت فيديوهات كانت صادمة بالنسبة لي وانا ضد كل اللي جه فيها. كمان قالت مثلا رأيه في ضرب الأزواج لزوجاتهم إنه مباح طالما الزوج شاف عورة الست، وإن الراجل اللي يتجوز ست مسيحية ما يودهاش ولا يعيد عليها في عيدها. وتابعت إلهام شاهين قال عن المريض كمان مش لازم تعالجوه علشان ما تأخروش لقائه بربه. وقالت بقى إن هي متسائلة ليه نقدم سيرة ذاتية ليه، المفروض نقدمها للعلماء الحقيقيين. وخلال لقائها برضو تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن عدم إنجابها للأطفال، وقالت أنا راضية عن هذا الأمر، خاصة وأنها لم تكن شخص مسؤول عن تلك الفكرة وتريد أن تعيش حرة بدون أي قيود. وقالت أنا راضية جدا عن فكرة عدم الإنجاب وإنها مش قد المسؤولية، كفاية مسؤوليات، عايزة أكون حرة وأعيش لفني. الفن بياخد وقتنا كله، في ايام بنشتغل 20 ساعة، امتى الواحدة تمارس امومتها وتاخد بالها من اولادها؟ لازم يبقى في اختيار، وانا اخترت. وقالت انها مش ندمانة على فكرة الاجهاض لان الامومة عطاء وتضحية، وممكن تمارسها مع اشقائها مع اصدقائها المقربين لان العطاء والتضحية موجود لديها. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.